السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض اسهل نوع حلا من غير فرن ب4 مكونات وبس، ما فيهوش بيض خالص علشان الناس اللي بتحبش طعم البيض في الحلويات. بيتعمل كده في هفوة، يعني بياخدش وقت خالص. قبل ما نبدا، لو اول مره تشوفوني انا ايمي الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هجيب طبق واحط فيه باستري كريم. اللي ما يعرفوش ده بيبقى شبه الكريم شانتيه كده شويه بودره، بس طعمه مختلف عنه خالص. ده اللي بيتحشى بيه الاكلير والشو وحاجات تانية كتير. في الاساس انه بيتعمل بصفار البيض، بس ده اسهل بكتير وطعمه حلو جدا. بيتباع في اي محل من المستلزمات الحلوانيه او العطارين، معروف جدا عندهم. الكميه دي تقريبا كانت كوبايه، وهحط عليهم حليب ساقع متلج واضربهم مع بعض على سرعه عاليه جدا، زي ما بعمل مع الكريم شانتيه بالظبط. كميه اللبن الحليب مش ثابته، انا بحط نص كوبايه وبضرب، بلاقيه يتقل اروح مزوده شويه كمان، بفضل ازود شويه وبشويه كده لغايه لما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، واقدر اتحكم فيه كده بسهوله وانا بفرده. عايزه اقول لكم ان الباستري كريم لقيته موجود عندنا في التلاجة بقاله يمكن حوالي سنه ونص. ما رضيتش اوريكم التاريخ عشان ما تتفاجئوش، بس مش بيجرى له حاجه طالما في التلاجة، يعني احنا تقريبا كنا ناسينه. فقلت ما بدهاش بقى، لازم استخدمه في وصفه حلوه كده زيكم. المهم، اخد معايا تقريبا كوبايتين حليب. طبعا انتوا بتزودوا على حسب القوام اللي انتوا عايزينه، ممكن كمان تستخدموا نص الكميه حليب والنص التاني ميه، بس المهم ولازم ولابد يكونوا ساقعين جدا علشان يتضرب معانا كويس قوي. كالعاده بهدلت الدنيا بالمضرب، همسح وبعدين نكمل. فاصل ونعود. دلوقتي بقى انا قسمت الكميه كده على طبقين، وهعمل جزء بالكاكاو وجزء من غير الكاكاو. هحط كده معلقه كبيره من الكاكاو الخام على طبق فيهم، واقلبهم كويس قوي مع بعض. اللي من غير كاكاو احط عليها رشه فانيليا. ازازه الفانيليا دي مجنناني من الفيديو اللي فات، مش عارفه افتحها خالص، جامده. بس هو انا يعني هسيبها في حالها، لازم برضو هفتحها. هرش كده رشه وهقلب وبس كده. الكريمه بقت جاهزه عندي. هجيب بقى صينيه، المقاس اللي عندي دي صغيره شويه عشان عايزاها الطبقات كده تبقى عاليه وملزلزه. انتوا ممكن تعملوها في صينيه اكبر، هتبقى سمك الطبقات اقل شويه، بس انا زي ما قلت لكم عايزاها ملزلزه كده. انا حطيت في الصينيه من تحت كده ورق زبده، وحواليها كده شرايط شفافه، دي برضو بتتباع عند بتوع الحلوانيه او مستلزمات الحلوانيه، بس انتوا مش مضطرين ان انتوا تعملوا كده. انا عملت كده علشان اقدر اطلعها بسهوله واوريكم شكلها بعد ما اخلصها، بس انتوا ممكن تقطعوا من الصينيه على طول، يعني مفيش مشكله. ثبت الشرايط ديت بالمشابك، محدش يتريق عليا علشان ما عرفتش اثبتها غير كده. هنجيب بقى بسكوت مجهول المصدر ونرصه في الصينيه. بعمل طبقتين فوق بعض علشان البسكوت رفيع، وبعدين بقطع الحروف بتاعه البسكوت اللي في الاخر دي علشان يبقى مقاس الصينيه بالظبط. انا مش بحطه في لبن خالص ابدا، مش عايزاه يبقى طري، بحطه كده ناشف زي ما هو. بعد ما حطيت كده الطبقتين، هحط الكريمه اللي بالكاكاو على البسكوت. انا عارفه ان الكميه اكبر من الصينيه، بس زي ما قلت لكم عايزاها عايزاها ملزلزه. بفردها كده بالراحه علشان البسكوت ما يتحركش من تحت. دلوقتي بقى نقدر نشيل المشابك بسهوله، خلاص ما انا ثبتها. وبعدين برجع برص طبقتين بسكوت تاني وبحط عليها الكريمه الساده. ناخد كل اللي في الطبق، ما نسيبوش فرفوته، نحلفوه كده. وبعدين نفردها بالراحه خالص علشان برضو البسكوت ما يتحركش. وبعدين هروح احطها في التلاجة شويه لغايه لما اجهز الشوكولاته. هجيب كده شويه شوكولاته. انا مش عاملاها بمقدار، يعني كله كده بالحب، يعني تقريبا ممكن تقولوا نص كوبايه، كوبايه زي ما انتوا عايزين براحتكم. لو عايزين شوكولاته كتير حطوا كوبايه، عايزينه اقل حطوا برضو اقل براحتكم. انا مقطعه حتت صغيره كده علشان تقدر تسيح بسهوله. هحطها على حمام ميه سخنه تدوب، او نحطها في الميكروويف. وبعدين هجيب حليب يكون دافي واحطه شويه بشويه كده على الشوكولاته، وافضل اقلب فيها لغايه لما اوصل للقوام انا بحط شويه صغيرين واقلب. لقيناها تقلت معانا وكلكعت، بحط حبه لبن تانيين دافيين وبقلب وبس كده. طلعت بقى الصينيه من التلاجة وهكب عليها الشوكولاته وهوزعها كده. وبعدين هروح احطها في التلاجة تاني شويه علشان الشوكولاته تتماسك واقدر اقطعها بسهوله. دلوقتي خلاص خرجتها من التلاجة، نطلعها بقى من الصينيه براحتنا. وبعدين نشيل بقى الاوراق بقى اللي احنا حاطينها ديت ونقطعها. الشوكولاته علشان سقعت جامد قوي، حته اتكسرت مني وانا بقطعها، بس هي على مين ولا يهمني. هي كسفتني بس يعني ولا يهمني، عادي عادي يعني. المهم ان طعمها عجب. جربوها بقى وقولوا لي رايكم فيها وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو ده لو حبيتوه، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.